السلام عليكم، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ اللوكيشن بتاع التصوير مختلف شويه لان انا دلوقتي بصور من على السطح، مكان بحس فيه براحه شويه، في نفس الوقت فيه هوا والمكان جميل. فلو عندك مكان زي كده ارجوك تطلع تذاكر فيه. اهم حاجه ان الهدوء، او اهم حاجه ان المكان اللي بذاكر فيه يكون هادي وحاجه تقدر تستوعب فيها اي حاجه انت هتعملها. كنت بفكر انا ايام الثانويه العامه كان عندي مشاكل ايه بالظبط علشان احكيها معاكم، وفي نفس الوقت لو حد كان عنده نفس المشكله دي فيقدر انه يطلع منها بكل سهوله. افتكر ان ايام الثانويه العامه كنت في الفتره دي خصوصا كنت قلقان زيادة عن اللزوم، وباحاول أعمل خطط كتير جدًا، كتير جدًا علشان أذاكر، وفي الآخر بعد الثانوية العامة أو مع بداية الامتحانات اكتشفت إن أصلًا كل الخطط اللي أنا عملتها دي ما كانش ليها أي لازمة. كان كل مرة أعمل خطة أشُك في نفسي إن أنا مش هاقدر أكمّل فيها، وأشُك في نفسي تاني إن أنا مش هاقدر أكمّل فيها، وفضلت في الدوّامة دي لحد قبل الامتحانات. فأنا عايز أقول لك إن كتر الخطط ما لهاش أي لازمة لو ما بدأتش، وما لهاش أي لازمة لو فضلت تشُك في نفسك كتير جدًا، لإن القلق والخوف الزيادة الناتج عنهم هو الشعور بإنك مش قد الحاجة اللي أنت عملتها دي. فكل ما كانت ثقتك في نفسك أكتر مع الخطة اللي هتعملها، كل ما نسبة نجاحك في الاستمرار في الخطة دي هتبقى أكبر. كلنا بييجي لنا شَك في نفسنا، لكن لو بتتميز بثقتك بنفسك ده في أي وقعة أنت هتقع فيها هتقوم وتكمّل. طيب نيجي بقى لموضوع تنظيم الوقت. أنا واحد عن نفسي كنت شغّال في الثانوية العامة، فرفاهية تنظيم الوقت كانت شِبه مستحيلة عندي. يعني أنا واحد كنت باشتغل 8 ساعات، الشغل بتاعي كان مرهق جدًا، وكنت بارجع البيت هاموت وأنام. فهانظّم وقتي إمتى؟ وحتى لو نظّمت وقتي فين المجهود اللي هاقدر من خلاله إني أذاكر المواد اللي عليّا؟ فأول حاجة اشكر نفسك إنك بتشتغل وبتصرف على نفسك، دي حاجة في حد ذاتها تُحترم وتتحط فوق الدماغ. فاوعى تبص لنفسك نظرة استقلالية في الحتة دي، او انك تقل بنفسك. يعني كل اللي هتعمله هو بس انك تذاكر على قدر الاستيعاب بتاعك، يعني ما تكترش مواد كتير عليك. خلي مثلا في اليوم هي مادة واحدة اللي تذاكرها، لان دماغك مش هتقدر تقبل اكتر من كده بسبب الارهاق اللي انت هتمر بيه. انت لو بتشتغل والوقت ضيق بيك ما تحطش على نفسك طاقة انت نفسك مش هتستحملها. الناس اللي بتعمل خطط وعايز تعمل زيهم دي ناس إلى حدٍ ما أهلها بيصرفوا عليها، فعندهم رفاهية إن في وقت، فما تضغطش على نفسك أكتر من اللازم. النقطة اللي بعد كده كنت باستهلك وقت كبير جدًا في إن أدوّر على الحاجة اللي هاذاكر منها، يعني أدوّر على أحسن مدرسين، أحسن ملخص، أحسن مراجعة، أحسن أسئلة، أحسن امتحانات. كان عندي حتة الكمالية دي كانت كتير جدًا، ودي للأسف ضيّعت عليها وقت كتير جدًا ومجهود كبير جدًا، لدرجة إن أنا اتفاجئت وقت النتيجة بتاعة الثانوية العامة. طيب أعرّفك بنفسي، أنا خريج نظم معلومات جامعة الأزهر، وكان مجموعي تقريبًا 59%. لكن بعد ما بدأت أفهم شخصيتي وأفهم المشاكل اللي عندي، الحمد لله طوّرت نفسي دلوقتي، وخلّصت جامعتي، وخلّصت الجيش بتاعي، وإلى حدٍ ما دلوقتي بدأت أستقر شوية في موضوع الحاجات اللي اتعلمتها، باساعد نفسي إن أنا أوصل لحاجة أكبر إن شاء الله. فما تخلّيش الحاجات دي كلّها تأثّر عليك، لإن أنت لمّا تبدأ تدخل الجامعة نظرتك هتتغيّر تمامًا عن الفكرة أو الشكل اللي أنت راسمه في دماغك دلوقتي عن الجامعة والكلية والطب والصيدلة. كل دلوقتي اللي في الطب والصيدلة والمهندسين يعني عايز أقول لك إنهم كرهوا نفسهم، بس سبحان الله ربنا بيجعل كل واحد في مكانه الصح، فمفيش حد عاجبه حاله، فنصيبك هو اللي هترضى بيه وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى شايفه إنه مناسب بالنسبة لك. وخليني أشارك معاكم المنظر اللي بقعد أتفرج عليه كل يوم كده إيه على آخر النهار. يعني ما شاء الله إيه، باحب أبُص كده للسما والحمام وهو بيطير. فالحاجات دي لو بتصفّي ذهنك أو بتقدر تخفِّف من عليك الضغط النفسي، استخدمها. أنا عن نفسي برضه باحب أولّع خشب، باحب أولّع خشب جدًا، فاستمتع باللي أنت بتحبه. فدول كانوا شوية حاجات، الحاجات دي أنت بإذن الله لو بدأت تتعامل مع نفسك بواقعية أكتر، وبدأت تتعامل مع نفسك إنك خلاص يعني مش هتحمّل نفسك أكبر من طاقتها، لإن الفكرة دلوقتي في الاستمرارية، إنك تكون مستمر على قدر ما من المذاكرة ومن السلام النفسي ومن الراحة، اللي هيوصّلوك بإذن الله إنك أي مادة هتذاكرها هتقدر تجيب فيها درجات كويسة، ومش شرط إنك تقفّل 100%. يعني لو سبحان الله يعني لو ربنا كرمك بحتّة إنك ما شاء الله متفوّق جدًا وبتجيب درجات كويسة جدًا، أنا مش باحبطك، كمّل زي ما أنت
ربنا هيكرمك ومش هيضيع تعبك. لكن انا بتكلم على خلاص اللي الدنيا مكسره معاه ومخبطه معاه ومش قادر، وربنا يكرمكم باذن الله وتدخل الكليه اللي انت نفسك فيها وتوصل لاعلى القمم باذن الله من النجاح. ده كان فيديو بسيط، فلو عجبك متنساش طبعا تشاركه مع اصحابك، واستنى في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.